ابراهيم يلعب عرضيه وصلت الى فالفيردي. الهدف الاول، فالفيردي ياتي بالفرحه الاولى لابعاد اي فكره مفاجاه للفريق الحالم بفعل شيء اليوم. هنا الكره الاولى والهدف الاول، هدف عبر فالفيردي. لا توجد مفاجاه اليوم، هكذا يقول. لا توجد حالة خاصة وخبر كبير بإقصاء الريال، لا، من البداية 5 دقائق ويأتي الهدف. هذه الكرة 5 دقائق بعد ذلك دخل في الجد الريال، وأتت هنا الأسماء. إبراهيم دياز، فالفيردي طلبها وهنا أوب في الشباك مباشرة. هدف أول بتركيز، بثقة، برغبة كبيرة من الحسم بالبداية وعدم تصعيب المباراة. يأتي الهدف الأول للريال عبر فالفيردي، النجم الأوروغواياني، واحد أعمدة بناء الريال الجديد لهذا اللاعب المميز فالفيردي، فيديريكو فالفيردي. 5 رائعة مثل العادة. وصلت الآن أردا، وصلت الآن كامافينجا، والكرة تأتي الآن في الجهة اليسرى. فران غارسيا يصر على صناعة هدف ثاني. هذه الكرة الله، كامافينجا كان حاضر من أجل إضافة الهدف، وتبعته الكرة مرة أخرى ليقتنص بالرأس. هدف جميل جدا. الثاني كامافينجا. شوف قيمة الهدف، قيمة الكرة. شوفها على الشاشة. يبدأ من هذا الدور ريال مدريد. بقية الفرق بدأت من مرحلة ثانية من التصفيات ومرحلة أولى من التصفيات، مرحلة تصفيات تمهيدية للدوريات اللي في المستوى السادس. هنا كرة تأتي الآن كامافينجا من أمام منطقة الجزاء، يعود في الكرة تأتي الآن في اليمين. فالفيردي اختراق الآن. أردا جولر يسدد كرة وجول. ترتد من المدافع وهدف ثالث. مشكلة من نيرة أنه يواجه شباب الريال لإثبات الود. كانوا يتأملون بسيناريو آخر، الواقع بنصف ساعة ثلاثية للميرينجي. شوف الاختراق، شوف الحلول. التسديدة بزاوية مغلقة تماما، نجح. أكيد محبطة رقميا لفران مارتينيز من غير تقصير، من غير اللي يفكر بإندريك انه يصنع له الكرة. الآن اتحرك يا إندريك، لكن مودريتش على كرات وكامل الكل بالتأكيد. بينما هنا ريال مدريد رامي نيرة متجه للتأهل. هنا الكرة الآن موجودة. إمبابي في دقائق أخيرة الآن. إمبابي يلعب لفران غارسيا. هنا أوردو الخامس من الموهبة التركية أردا جولر يحقق كل ما يمكن تحقيقه فرديا في هذه المباراة. مستوى وأداء وصناعة وهدفين للشاب التركي الجميل. هنا أردا جولر مهمة كبيرة لقميص الريال مدريد. الآن يخطو الخطوات الأولى مع الريال ويستغل فرصة الكوبا ديل ري. هذا مبابي جهز فران نيرة، وبالتالي 5 أكبر نتيجة مسجلة في دور ال 32 في هذه المباريات الإقصائية هي نتيجة الريال مدريد هنا 5-0.